السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. بنت مسكينة ما فيهاش أي حاجة مميزة، فقدت كل الشغف في الحياة بعد وفاة ابنها أثناء ما كانوا في رحلة في الغابة. وقع من فوق الجبل، وفي يوم ما بتقرر تاخد عربيتها وقارب ابنها وتروح على المكان اللي حصل فيه الحادثة عشان خلاص تنهي مأساتها، لأنها خلاص ما بقتش قادرة تعيش كده. بس بيظهر ريتشارد ويحاول يكلمها، لكن مفيش حاجة هيقولها يخليها تتراجع، لكنه بيحكي مأساته بعد حادث اتعرض ليه هو ومراته، وماتت مراته وقعد شهرين في كبيرة في المستشفى، ومحدش فهم اللي بيمر بيه، بس قدر يرجع للحياة. وبيقولها حتى لو الإنسان محطم مش دي نهاية العالم بالنسبة له، وبيسيبها ويمشي. بس كلامه بيخليها فعلا تتراجع وترجع معاه لموقف العربية. لكن لما بتيجي تركب العربية بتكتشف ان هو زانق عليها ومش هتعرف تركب، لكنها بتكتشف ان هو خلاص زنقها في زخنوق وبيكهربها وبتفقد الوعي، وبيربط رجليها وايديها. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في عربية ريتشارد مربوطة، وبتسأل نفسها انا هنا ليه، وريتشارد هيعمل فيا ايه. وبتحاول تطلب النجدة من ساعتها السمارت، لكن ريتشارد بيشوفها يقول لها كان غيرك اشطر، مفيش شبكة اصلا، النجدة مش هتوصل، جوزي هيدور عليا. يا اختي دي حاجة تسعدني، ارجوك بلاش تأذيني. مفيش حاجة هتنقذك مني يا ايرس، خدي جبتلك قارب ابني. بس بتفتكر ايرس ان هي معاها قفاصة ام زنبوق كانت في جيبها وبتخرجها في صمت، وتحاول تقطع السلك اثناء ما هي بتحاول تشتته عشان ما يسمعش حاجة، وتقول له ان ابنها كان اسمه ماتيو. وبتنجح فعلا انها تقطع السلك وتهاجمه، لكنها ما بتقدرش تلوشه للاسف، وبتتخبط العربية في شجرة. والصدمة بتخليهم مش مركزين، وبتحاول ايرس تخنقه بالحزام، لكنه بيرجع الكرسي لورا ويفلت منه، وبيحاول يخنقه، لكنها بتمسك القصافة ام زنبوق وتحاول تلوش، وبيخرج بسرعة من العربية، وبسرعة بتفك رجليها وتستنجد بأي حد الحقوني، لكن محدش هيسمعها، ابعد عني يا منحرف. بس بيفاجئها ان هو حقنها فعلا بمخدر هيبدأ تأثيره بالأطراف لحد ما توصل للشلل الكامل خلال 20 دقيقة بس. والحيرة بتضرب في عقل ايرس، مش عارفة تتصرف ازاي، هل تحاول تلوشه ولا تهرب. وبتقرر تهرب، وبيقول لها ان الجري هيخلي المخدر يشتغل اسرع. واثناء ما هي بتهرب بتقع منها القصافة ام زنبوق، وبتقف لحظة تفكر اهرب منين، المكان كله شبه بعض. وبتفتكر الاوقات اللي كانت بتعلم فيها ابنها العد على الصوابع، وبتفوق من غفلتها على صوت وبتجري تستخبى في زخنوق، بس بتبدأ تحس ان صوابعها مخدلة، وبكده اتأكدت ان هو كان صادق. فبتظبط الساعة بتاعتها على 20 دقيقة وتحاول تستخبى منه وتريح شوية، وفجأة بيظهر فوقيها، واثناء ما هي مستخبية بيطلع عليها النمل لانها جنب خلية نمل، وبيرصها النمل وبتصرخ. فبيشوفها لكنها مش قادرة تمشي خلاص، وتزحف لحد ما بتوصل للنهر وترمي نفسها للمجهول. يمكن يكون المجهول اكتر رحمة من اللي ممكن يعمله فيها شخص مجنون زي ده. وبتتلطم في الامواج بدون ادنى حركة منها، لانها مش قادرة تتحرك اصلا، بس على الاقل طافية على المية. والمية بتاخدها لفرع شجرة بتتشعلق فيه بعد ما فات اكتر من 9 دقايق، بس هي خلاص مش قادرة تتحرك، ومع ذلك بتقاوم وبتتحرك لان قوة الارادة اقوى بكتير من القوة الخارقة، لكنها خلاص مش قادرة تتنفس وهتتخنق. فبتقع في مكانها بلا أي حل أثناء ما الساعة بتاعتها بترن. فات 20 دقيقة خلاص، وبيظهر قدامها شخص ما بيجز الحشائش حواليه. يا لهوي، هو مش هيشوفني ولا ايه؟ والجزازة بتقرب من وراها، وخلاص هي بتستسلم لمصيرها، لكن الجزازة بتقف فجأة وبينزل منها راجل عجوز اللي بيندهش جدا. مين دي؟ انت بخير يا بنتي؟ لكنها مش بترد، وبيستأذنها ان هو يقلبها، وبتبدأ ترد على أسئلته برموشها اللي حلوة وزي السيف، وبيتأكد إنها بتشوف وبتسمع، لكنها مش بتقدر تتحرك ولا بتقدر تتكلم. وبيجيب السقالة وياخدها لجوه بيته علشان يطلب النجدة، لكن فجأة الباب بيخبط، وبتحاول تحذره بعينيها. ولما بيفتح الباب بيكون ريتشارد اللي بيقوله إن هو ومراته عملوا حادثة ومش لاقي مراته، لكنه بيقفل الباب وبيقوله أنا هساعدك. وبيتفاجئ إن ريتشارد دخل بيته بلا استئذان، وبيشوف ريتشارد السقالة، لكن الراجل بيرفض وجوده وبيقول له انا تعبان من الحادث ومش لاقي تليفوني. وبيعيط ريتشارد لان مراته مجنونه وبيجي لها نوبات عصبيه بتخليها عاجزه تماما عن الحركه، والشرطه مش هتفيد بحاجه غير ان هي ترجعها لمستشفى المجانين. والوهله الراجل بيصدقه وعلى وشك ان هو يقول له مراتك تحت الكنبه، بس فجاه تليفون ريتشارد بيرن، وبكده الراجل عارف ان هو كذاب، وبيقول له قوم دور على مراتك بره بيتي. لكن ريتشارد بيقول له مراتي هنا، انا شفت السقاله. والراجل بيتفق معاه ان هو هيقول له على مكانها، بس هو مش عايزه جوه بيته، وبيقول له مراتك في الكوخ بره. بالتالي ريتشارد بياخد منه التليفون، لكن الراجل بيهاجمه وبياخد التليفون،
التليفون، هما مش هيلحقوا يجولك، ما انت فاكرني خايف منك احلتها. وبيطلب النجدة، لكن ريتشارد بيتعارك معاه وبينجح العجوز ان هو يضربه جامد. صحته حلوه قوي، اداني في العتاق. وبيبدا مفعول المخدر يروح، وبتبدا ايريس تحرك صوابعها، بس ريتشارد بيستغل غضب الراجل في ان هو يضربه بالسكينه في رجله ويهاجمه ويقتله بالسكينه في الصدر، ويقع قدام البنت اللي دفع حياته تمن ان هو ينقذها. وبيروح ريتشارد للكوخ، مش بيلاقي ايريس، ويقرر ان هو يابا انا مش هقعد ادور واتعب نفسي، ويولع في البيت كله. ولانها خلاص هتتحرق بتحرك الستاره يمكن يشوفها ريتشارد وينقذها، تقع في ايده احسن ما تموت محروقه. وبالفعل ريتشارد بيشوف الستاره ويعرف مكانها، بالتالي بيدخل البيت وينقذها ويحطها في العربيه ويمشي بيها. بس بيجيله مكالمه من بنته اللي نجحت بتقدير عالي، وبتكلمه مراته الجديده، وبيعرف ان هي وبنته جايين للبيت اللي بيصطاد فيه الناس ويقتلوا، وده بيغضبه جدا لدرجه ان هو كان هيعمل حادثه. والبنزين خلص، بالتالي بيروح لبنزيمه علشان يمون، بس ماكينه الكريدت عطلانه، بالتالي لازم يدخل يدفع جوه. في الاثناء بتقدر ايريس تحرك ايديها وتفك حزام الامان، وتبص يمكن حد يقدر ينقذها، وبيقرب منها عيل اللي بيفكرها بابنها اللي مات. بس امه بتيجي تاخده بسرعه، لكنها بتستغرب جامد من حاله ايريس. واثناء ما هما ماشيين بتشك في ريتشارد، وريتشارد بيروح بيها على مكان الحادثه عشان يشد العربيه ويجيب الاسلاك وحقنه جديد. وبتحاول ايريس تتاكد من قدرتها ان هي تحرك صوابعها فعلا، وبتوصل عربيه شرطي لان الست اللي في البنزيمه بلغت الشرطه لما شكت في ريتشارد وشكت في حاله ايريس. وبينزل منها الشرطي اللي بيستغرب جدا من وجود ايريس شبه مشلوله، وبتحاول تستغيث بيه بس مش قادره. بس بيحس ريتشارد بيه ويرحب بيه، لكن الشرطي عايز يكلم ايريس، لكنه بيقول له مراتي سكرانه يا باشا، دي صاحب الكاس والكوبايه. وبيطلب الشرطي بطاقته، وبيطلع اصلا ان اسمه اندرو، وبيقول له مراتي هي اللي خبطت عربيتها في الشجره. وفي الاثناء بتحاول ايريس تحرك ايديها ناحيه رولة ازاز العربيه، وبيسمع الشرطي صوت الازاز ويروح عليها، لكنها مش قادره تنطق. وبيطلب الشرطي ان هو يشرح له اللي بيحصل ده، وبيقول له ان هي سابته بعد ما فقدوا ابنهم ماتيو بعد ما وقع من فوق الجبل، لانها كانت السبب انها ما خدتش بالها منه. وبتعيط ايريس لانها فعلا حاسه بالذنب لدرجه ان هي كانت عايزه تنتحر فعلا. وبدا الشرطي يقتنع بكلامه فعلا، لكنها صوتها طلع بس صوتها واطي بلا قوه. فبيقرب الشرطي ويسمع، وبيحاول اندرو يقرب لكنه بيبعده، وبتشاور له على الاسلاك والحقنه وبيشوفهم فعلا. بس اندرو بيجيب الهلب ويضرب وشه، ويحاول يضربه بالمسدس لكنه بيديها له على النافوخ، ويحطه في العربيه البايظه ويولع فيه. وبتحاول ايريس تلهيه بالكلام عن مراته، وبتساله قلت لمراتك ايه قبل ما تموت؟ وقال لها قلت لها شكرا لان انا استمتعت بشعور خروج روحها من جسمها، ودي كانت بدايه جنون. وفجاه بتضربه بالحقنه في رجله، لكنها مش بتقدر تدوس وتحقنه بيها، وده طبيعي لانها لسه مش متحكمه بشكل كامل في جسمها. وبيطلع ياخد خنجره وسط ما ايريس بتصرخ لانها خلاص حياتها هتنتهي، وبيطلعها من العربيه علشان ياخدها في قارب، وبيروح بالقارب لوسط النهر علشان يرميها. لكن اثناء ما هو خلاص هيرمي الحجر بتعيط ايريس وتقول له ارجوك حط لي قارب ابني في ايدي قبل ما ترميني. وبيقول لها فين القارب؟ بتقول له في جيبي اللي وراني. ولما بيقرب منها بتنجح ان هي تسلت الخنجر وتسقله بيه في رقبه وبيمسك المسدس ويحاول يقتلها، لكنها بتقعد تحرك في القارب وبيقع منه المسدس، ويقع هو كمان في الميه. وبتجري ايريس على المسدس بسرعه وبيصل اندرو، لكنها بتضربه بالنار وتصيب. بس ضرباتها العشوائيه بالمسدس اتسببت ان القارب اتخرم ودخلته الميه، وخلاص القارب بيغرق بيها فعلا، وتنزل هي والقارب لأعماق النهر. بس أخيرا وفي آخر لحظة بتنجح إن هي تعوم وتبدأ أخيرا تسيطر تاني على جسمها، وبتطلع على اليابس. بس بتسمع صوته وهو كمان لأنه لسه عايش وخرج من المية، وبتروح له علشان تقول له شكرا زي ما عمل مع عمرو، وبتسيبه للموت وتمشي وينتهي الفيلم. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد أكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي فيديو. ولو بتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحة، وادعوا لأهلنا في غزة عسى أن تكون ساعة استجابة. بس ما تخلوش أي فيلم أو أي فيديو يليكم عن الصلاة وعبادة ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.